أعزائي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نهاية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله موفقة للأسود في يوم المباراة، يوم التتويج، يوم صناعة المجد، ويوم كتابة التاريخ. اليوم هو كتابة التاريخ إن شاء الله لأسود الأطلس على الساعة 12 ليلا في منتصف الليل. إن شاء الله المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الأرجنتيني في مباراة نهائية لكأس العالم. نعم، مباراة نهائية في كأس العالم في يوم التتويج. كلنا كنتسناو إن شاء الله هذه المباراة، وكنتسناو إن شاء الله تتويج المنتخب المغربي بهذه المباراة، ولكن الأمور لم تكن سهلة، ماشي بهذه السهولة. مباراة صعبة وصعبة جدا، لأننا كنلعبوا مع منافس قوي وقوي جدا، منافس له تاريخ طويل في كرة القدم العالمية. الكرة الأرجنتينية معروفة على الصعيد العالمي، ولكن عندنا ثقة في أبناء وهبي إن شاء الله، عندنا ثقة في أبناء الأطلس، عندنا ثقة في عزيمة وإصرار وقوة الأسود إن شاء الله. اليوم على الساعة 12 ليلا المغاربة الكاملين كيتسناو مباراة قوية، مباراة صعبة، ولكن إن شاء الله عازمون، إن شاء الله قادرون، وإن شاء الله سنعود باللقب العالمي إلى المغرب لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية. غادي نعطيكم بعض الإحصائيات وبعض الأرقام ديال هذه المباراة ديال المنتخب الأرجنتيني، ديال المنافس ديالنا اللي غادي نلعبوا معاه. لهذا كنقول أن المباراة ما غاديش تكون سهلة، لأن غادي نلعبوا أمام منافس قوي وقوي جدا، منافس عنده يعني هجوم قوي، منافس يمتاز بالدفاع القوي وبالهجوم القوي. يعني جل المباريات ديالو اللي لعبها في كأس العالم لعبها يعني سجل فيها أهداف كثيرة وكثيرة جدا، ولكن كل هذا سيذوب إن شاء الله أمام الأسود وأمام عزيمة وإصرار المنتخب المغربي في ليلة اليوم إن شاء الله. المنتخب الأرجنتيني اللي لعب 6 المباريات في الدورة هذه بحال المنتخب المغربي، سجل 15 هدف وقبل هدفين. نعم، 15 هدف وقبل هدفين، وهذا كيدل على قوة الهجوم ديال المنتخب الأرجنتيني. يعني 15 هدف في الدورة. يعني المباراة الأولى أمام كوريا سجل 3-1، أمام أستراليا سجل 4 أهداف مقابل هدف، إيطاليا سجل هدف، المكسيك فاز عليها بهدفين، كولومبيا بهدف. يعني مجموع ديال الأهداف اللي سجلها، وأمام نيجيريا أيضا انتصر ب4 أهداف ل0. يعني المنتخب الإفريقي اللي هو منتخب نيجيري انتصر عليه المنتخب الأرجنتيني ب4 أهداف لا شيء. ومجموع ديال الأهداف ديال المنتخب الأرجنتيني في الدورة هذه هي 15 هدف، واستقبل فقط هدفين. هذا كيدل على قوة الدفاع ديال المنتخب الأرجنتيني وقوة الهجوم ديالو. يعني كيمتاز بالقوة الهجوم وفي نفس الوقت قوة الدفاع، ولكن في 90 دقيقة كل شيء ممكن. أما بالنسبة للمنتخب المغربي، سجل 10 أهداف وقبل 5 أهداف. يعني سجل 10 الأهداف في المونديال قبل 5 أهداف، واغلب الاهداف اللي قبلهم المنتخب المغربي جاوا عن طريق ركله جزاء، ضربه الجزاء. يعني تقريبا 4 ضربات جزاء او 4 الاهداف تسجلوا عن طريق ضربه جزاء. هذا ايضا كيدل على ان المنتخب المغربي يعني قوي وقوي جدا على المستوى الدفاعي، بالرغم انه تسجلوا علينا 5 اهداف، ولكن عن طريق اخطاء فرديه في بعض المرات. وهاد الاهداف حتى اللي تسجلوا علينا كلهم يعني كانوا بسبب العوده الى الفار. 10 أهداف أيضا يعني كتدل على أن المنتخب المغربي عنده قوة الحسم وقوة التسجيل، وجميع الفرص تقريبا اللي كيخلقهم المنتخب المغربي بنسبة تقريبا 80% أو 70% يعني كيسجلها المنتخب المغربي. لهذا المباراة صعبة جدا أمام منتخب أرجنتيني سيلعب في هذه المباراة. غادي يلعب 8 المباريات، 8 النهائيات، يعني 8 النهائيات للمنتخب الأرجنتيني. يعني وتوج 6 المرات. تخيل معايا، يعني 7 نهائيات قبل النهائي اليوم، 7 نهائيات وتوج ب6 ألقاب. بمعنى أن نسبة الفوز
ونسبة الفوز بالمباراة النهائية عالية وعالية جدا، تقريبا 90%، يعني 7 من أصل 6 فاز باللقب. لهذا المنتخب الأرجنتيني ليس بالمنتخب الهين وليس بالمنتخب السهل. المنتخب المغربي مع ايضا عندنا واحد المشكل ديال الدفاع، ديال حراسه المرمى. يعني بن شوش ما غيلعبش هذه المباراه بسبب الاصابه، وكنتمنى جميع اللاعبين اللي تصابوا، يعني من ياسين جسيم حتى هو يرجع الفورمه ديالو، لان بحاجه الى هذا اللاعب، لان هذا اللاعب كيريحك في مباراه، كيخليك ترتاح في المباراه، لانه كيعرف يشد الكره وكيعذب مع المنافسين. وشفتوا معنا في مباراه فرنسا كيفاش ذاك اللاعب الفرنسي من اصل جزائري كيفاش كان التدخل ديالو، لان حس بواحد النوع من الاستفزاز، لان هذه النوعيه ديال اللاعبين يعني في اوقات صعبه كيستفز المنافس بهذه الطريقه ديال اللي كيشد بها الكره، واللي يستطيع يمر على لاعبين او 3 لاعبين. لهذا يعني جسيم حضوره في هذه المباراه مهم ومهم جدا. كما قلت بنشوش ما غاديش يكون واجد في هذه المباراه، ما غاديش يكون حاضر، غادي يعوضوا غوميز ابراهيم. يعني بزاف ديال الناس كيتسائلوا على غوميز، الاسم ديالو غوميز ابراهيم، على سميتو غوميز. هذا الحارس ديال الاولمبيك مارسي اللي كيلعب في فريق الرديف ديال الاولمبيك مارسي، من مغربيه واب سنغالي. هذاك الشيء علاش سميتو غوميز ابراهيم. ان شاء الله الحارس حتى هو كيمتاز بالطول القامه، وحتى ملي دخل في مباراه فرنسا قام بالدور ديالو، قام بالمهمه ديالو، واستطاع يشد كرات عاليه. ولكن واحد النقطة، المنتخب الأرجنتيني يعني ماشي دوك اللاعبين اللي طوال بزاف، يعني ما غاديش يلعبوا بزاف على الكرات العالية. المنتخب الأرجنتيني كيلعب الكرة على الأرض، يعني دقة. الكرة الأرجنتينية أصلا معروفة، يعني نفس المدرسة الأرجنتينية، يعني هي مدرسة التيكي تاكا، مدرسة تدوير الكرة. لهذا يجب الحذر والحذر يعني من هذا المنتخب، يجب الاستعداد ويجب الاستغلال الفرص، لأن هذه النقطة مهمة ومهمة جدا. لأن في مباراة فرنسا للمنتخب، بالنسبة للمنتخب المغربي ضيعنا 2 فرص، يعني في الشوط الأول كنا غنحسموا بهم المباراة، كنا غنقتلوا بهم المباراة، ولكن ما سجلناهمش، رغم ان هذه الفرصتين كانوا يعني الفرصتين سهله، يعني فرص سهله للتسجيل، ولكن ما سجلناهمش. وهذا الشيء اللي خلانا نتعذبوا نوعا ما في المباراه، وخلتنا نوصلوا الى ركلات الترجيح. صحيح تاهلنا، ولكن هذه النقطه يجب على المنتخب المغربي ويجب على المدرب مهندس المنتخب المغربي محمد وهبي الاشتغال على هذه النقطه، هو تجسيد الفرص وتجسيد الفرص اللي كيحقق المنتخب المغربي، او اللي كيدير المنتخب المغربي فاللي غيديرها، فاللي غيصنعها المنتخب المغربي في هذه المباراه ان شاء الله. لان اي فرصه كتسجلها انا راه كتضرب المنافس ديالك، خاصه منذ البدايه المباراه. اللي كتسجل على المنافس يعني معنويا كتخليه يهتز معنويا، وكتخلي تسيطر عليه معنويا. لهذا المنتخب المغربي يجب تجسيد ويجب تسجيل اي فرصه سانحه، ما نضيعوش فرص باش ما نخليوش فرصه للمنتخب الارجنتيني. كما قلت كيمتاز بالهجوم القوي وبالدفاع القوي ايضا، ولكن كما قلت في 90 دقيقه كل شيء ممكن. مباراه فاصله، مباراه حاسمه، مباراه واحده، يعني 90 دقيقه كتفصلنا على المجد، كتفصلنا على صناعه التاريخ، كتابه التاريخ وصناعه المجد ان شاء الله. المنتخب المغربي قلتها يعني في جميع الفيديوهات السابقه، قلت ان المنتخب المغربي باذن الرحمن سيعود بكأس العالم من الأراضي الشيلية، وما زلت على كلامي، وما زلت طيق في المنتخب هذا، طيق في الوليدات هذو، طيق في اشبال الاطلس، في اسود الاطلس، وطيق في مدرب اسمه محمد وهبي، لان هذا المدرب عنده قراءه جيده للمنافسين ديالو، لان جميع المنافسين اللي لعب معهم كل منافس لعب معاه بطريقه مختلفه تماما على الطريقه اللي لعب بها مع المنافس السابق. لهذا كيدل على ان مدرب يعني يشتغل وعنده درايه وعنده قراءه جيده لجميع المنافسين. تشكيله المتوقع ربما اللي يقدر يلعب بها المنتخب الارجنتيني،
باربي في حراسة المرمى، جورسينو، راميريز، بيريز، فيلاليا، سولير، سوبياري، اكوانا، ديلغادو، بريسانتي، ساركو. هذه هي التشكيله اللي غادي يلعب بها المنتخب الارجنتيني. المنتخب المغربي اكيد غادي نفس التشكيله، ما غاديش يكون هناك تغييرات كثيره. التغيير الوحيد اللي غادي يكون هو غوميز ابراهيم مكان مشاوش، وايضا عوده معمر اللي كان ما لعبش في مباراه نصف النهائي بسبب البطاقه الصفراء. غادي يرجع الى الدفاع، وعرفنا معمر يعني قوه معمر في الدفاع ان شاء الله غادي تعاوننا وغادي تساعدنا بزاف امام المنتخب الارجنتيني. التشكيله ديال المنتخب المغربي كما قلت يعني ما غاديش يكون هناك شي تغيير كبير. معمر، باعوف، بختي، الزهواني، نعيم بيار، خليفي، الصادق، جسيم، ومعمى والزبيري. القاتل الجلاد ديال المغرب، ديال الكره المغربيه، الزبيري، ان شاء الله يكون في الفورمه ديالو، ان شاء الله معمى يكون في الفورمه ديالو، ان شاء الله جميع اللاعبين يكونوا في الفورمه ديالهم، وان شاء الله كما قلت اكتبوا التاريخ الكره المغربيه باحرف من نور. مبروك ان شاء الله، قلتها مبروك ان شاء الله، مبروك مسبقا بالتوفيق لاسود الاطلس في مباراه اليوم. صراحه كنتسناو توقيت المباراه، كنتسناو امتى توصل هذه المباراه، امتى تسالي هذه المباراه. ان شاء الله غادي تسالي بالفرحه الكبيره عندما نصعد او نرفع الكاس العالم لاول مره في تاريخ الكره المغربيه. تحياتي اعزائي الكرام، ما تنسوش المنتخب المغربي بالدعوات ديالكم، وما تنسوناش ايضا بلايك للفيديو وتعليق والبارطاج اللي عجبكم الفيديو. اللي ما مشاركش في القناه يشارك معنا بطبيعه الحال اللي عجبكم المحتوى اللي كنقدمه لكم. الى اللقاء اعزائي الكرام.